نبدأ منذ الستينات، حيث كانت بيروت مدينة صاخبة. أنت وقتها كأنك قد قسوت على بيروت، فكتبت المدينة الفارغة، وكأن بيروت لا عقل لها، لا رأس لها. بيروت في الستينات كانت كما وصفتها، إلا أنه كانت بلد حر منفتح، وكأنه منتجع وليس كأنه وطن. كانت فيها حرية رائعة جدا، سمحت للتفاعل بين كافة الاتجاهات الثقافية والسياسية. إلا أنه في ذلك الحين لم أكن أشعر أننا يعني نمارس السياسة والحياة كأنها في وطن. الأرض عزيزة جدا، ولا معنى للأرض إذا لم يكن وطن. ولذلك شعرت أنه بيروت كامرأة جميلة جدا، ولكن غير ذكية، لأنها يعني ما عندها هدف إلا أن تكون جميلة، وإلا وأن تكون فقط يعني فاتحة صالون للتسلية. هناك ما في شك ضرورة وقيمة كان للنقاش في الهواء الطلق على مقاهي الحياة السهلة في شارع الحمراء على الروشة. وهذا كان الوقت اللي الواحد يعني اكتشف ذاته مع الآخرين. لكن نحن كنا جيل مصاب بالهوس الوطني، كان بدي أحقق ذاتي بعمل. التحرر الحقيقي هو من العقل ومن الوجدان ومن الممارسة. لا يكفي أن يتكلم الواحد عن الوطنية، يجب أن يمارسها.